السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه النهاردة؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدأ الفيديو تنسوش تصلوا على النبي وتحطوا لايك للفيديو ده وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. مش هتخسر حاجة، بالعكس هتشجعني ان انا اقدم لك معلومات اكتر واكتر عن تربية الارانب باذن الله. احنا في الفيديو ده هنعمل مشروب تحفة جدا للارانب. المشروب جبار يا جماعة، بجد مكوناته بسيطة جدا، موجودة في كل بيت، بيعمل على زيادة اللبن بتاعة الام، وكمان نمو الانتاج بسرعة جدا، وكمان في زيادة الوزن، وبيعالج اي مرض للارانب، وكمان بيدي الارانب فيتامينات وكالسيوم وطاقة وحيوية ونشاط، وسريع جدا في زيادة الوزن زي ما قلت لكم. بيشيل الاسهال، بيعالج الانتفاخ بتاع الام، بيشيل الاكسدة، بيشيل التصلب في الشرايين، وطبعا بيزيد اللبن بشكل رهيب جدا عند الارانب. وطبعا طالما اللبن بيزيد عند الام، الابناء هتشرب لبن كتير فوزنها هيزيد معانا، وبسم الله ما شاء الله صحتها هتبقى كويسة جدا. طبعا انا عندي الامهين دول يا جماعه، الامهتين دول، الارنبتين دول يعني عشر عندي بسم الله ما شاء الله، وبيرضعهم الاتنين عشر وبيرضعهم. فالمكون ده بجد حلو قوي ليهم، وكمان بيعمل على الارنب كده يبقى صحته حلوه، بيزود اللبن، وكمان مفيد جدا للارانب. طبعا المكون ده يا جماعه هو الحلبة، الحصى والعسل. طبعا هنجيب ب5 جنيه حلبة، مش غالية خالص، ب5 جنيه حلبة من اي محمصة جنبنا او سوبر ماركت. وهنحط معلقتين كده او 3 معالق على حسب الكمية اللي حضرتك عاوزها، وهنحطهم على النار، وهنحط عليهم كوباية مية او كوبايتين بقى على حسب الكمية، وهنسيبهم يغلوا مع بعض. وبعد ما يغلوا هنطفي عليهم النار ونسيبهم يبردوا شوية. وبعد ما يبردوا هنجيب عسل الاسود اللي هو عسل قصب السكر، عشان الكومنتات يا جماعة مش عارفة يعني ايه العسل الاسود، اغلبكم مش عارف يعني ايه هو. فهو عسل قصب السكر يا جماعة، موجود برضو في اي محمصة او اي سوبر ماركت. هتجيب 10 جنيه 20 جنيه على حسب الكمية اللي انت عاوزها، هو مش غالي خالص. وبعد بقى اما المشروب معانا اللي هو الحلبة يبرد، هنجيب معلقة عسل نحطها عليه ونقلبه كويس جدا على حيث ان هما يندمجوا مع بعض. مش هنكتر من العسل الاسود، لان العسل الاسود يا جماعة مضر جدا للارانب، بيخلي الارانب يجيلها اسهال. فاحنا نعمل مراعاة لده، ما نحطش كتير عسل اسود على المشروب ده، نحط بس معلقه صغيره بسيطه جدا، حبه بسيطين، علشان الارانب ما يجيلهاش اسهال. بسم الله ما شاء الله، مشروب معانا خطير جدا، انت هتعمله وهتشوف الفرق بنفسك. بسم الله ما شاء الله، الارانب معاك هتبقى صحتها كويسه جدا، هتاخد فيتامينات، هتاخد يا جماعه تحفه جدا، سريع في زيادة الانتاج. كمان بيزود معانا عدد الابناء، لو الام ابنائها يعني بتولد 2 3 4، فبيزيد في عدد الابناء، بيخلي الام قوية كده ان هي تجيب عدد ابناء اكتر. وكمان لو انت الارانب الصغيرة عندك، بيخلي الارنب كده يفوق كده ويرعرع، وكمان يزيد في زيادة الوزن. ولو انت فاطم الارانب، عندك ارانب لسه فاطمها، فانت تحط لها المشروب ده، بجد هيفيدك كتير جدا، هيساعد على الارنب كده، بيديله فيتامينات، موجود فيه فيتامين B1 وفيتامين B2 وفيتامين C، فيتامينات كتيرة جدا موجود في المشروب ده. المشروب ده مفيد جدا للأرانب، بيدي للأرانب فيتامينات وكالسيوم، بيمنع أي مرض عند الأرانب، بيعالج الإسهال، وبيعالج كمان يا جماعة الانتفاخ، وبيعالج الأكسدة بتاعت الأرانب، وكمان بيعالج التصلب في الشرايين. أنا هحط على الطبق ده تقريبا معايا رتلين مية أو رتلين ونص، هحط عليهم نص كوباية من الخليط اللي أنا عاملاه، وهحتفظ بقى بالخليط التاني بباقي المشروب هحطه. والمشروب ده بنعمله 3 ايام في الاسبوع، 3 مرات، طبعا يوم ويوم يوم ويوم. ولاحظ انت بقى الفرق بنفسك، وهتشوف معاك بسم الله ما شاء الله الارانب صحتها كويسة جدا، وهتطلع سلالة تحفة جدا، والارانب نظيفة جدا. وطول ما انت بتدلع الارانب هتدلعك، ما انتش محتاج لاي دكتور بيطري. مع بعض بنعالج جميع الارانب بالاعشاب وبالخلطات الطبيعية اللي مكوناتها بسيطة جدا، موجود في كل بيت يا جماعة. انا النهاردة زي ما انتوا شايفين كده حاطه لهم عيش ناشف. العيش الناشف برضو مفيد جدا للارانب، شرحنا في فيديو قبل كده. في بعض الناس بيحطوا عيش ناشف بس انا بفضل ان انا احط عيش ناشف مع العلف، علشان يبقوا فاهمين مزيج ده من الفيتامينات والكالسيوم والاملاح المعدنية مع بعض كده، فيدوا للارانب حيوية ونشاط.
وحاجات كده اكتر، والارنب بيزيد وزنه معانا بسرعة اكتر. زي ما انتوا شايفين الام دي عشر اول مرة، عشر اول مرة يا جماعة، دي بكر اول مرة تحمل معانا. هنشوف بقى اولادها هيطلعوا معانا ازاي، هتخلف كام واحد، هيبقى الخلفة بتاعتها كويسة ولا مش تمام، وهنشوفها مع بعض. هنشوف الارنبة دي شاطرة ولا خايبة. اول ما تولد على طول هعمل لكم روتين نشوف الابناء مع بعض. المشروب ده يا جماعة اتمنى ان الناس كتير تعمله، لان المشروب ده يا جماعة خطير جدا، خطير بجد. بيزيد اللبن بتاع الام، سريع جدا في النمو والانتاج، وكمان بيزيد عدد الابناء، وسريع جدا في زيادة الوزن، بيعالج اي مرض معاك. كمان في املاح معدنية وكالسيوم وفيتامينات كتيرة جدا، فيتامينات متعددة. وكل الحاجات دي طبعا لازم نعرض الارانب للشمس كل يوم، وان تحت الارانب يبقى نضيف جدا، لازم ان يكون تحت الارانب نضيف جدا، ونعرضها للشمس. وكمان المكان يكون مناسب للارانب علشان ناخد معانا ارانب نضيفة. وكل ما انت قاعد بتدلع الارانب هتدلعك. عملنا مع بعض النهارده مشروب، يا رب الكل يعمله وتستفادوا منه، ومع السلامة.